ايه تمام. أنا بخير هاتني وادكن، أهلا وسهلا فيكم، نرحب فيكم بلجنة الصحة. اليوم أول يوم لدورة الإسعافات الأولية، رح نبلش اليوم رح نبلش بالدرس. طبعا كل دورة بنبلش فيها بنسميها على اسم شهيدة، لأنه الشهداء هم قبلنا بكل شيء، يعني دايما معنا بكل خطوة عم نخطيها، وبخير وبفضل هالشهداء نحن اليوم وصلنا لهي المرحلة. طبعا دورتنا اليوم حبينا نسميها بدورة الشهيدة دلجين آزادي، حلقنا صورتها هلا كلكم سألتوا عليها. طبعا الشهيده من اخر مراسيم شهيده اذا بتتذكروا عملنا بالشيخ مازوت كانت لمراسيم الشهيده دلجين آزادي. اختها اليوم معنا حابه شوي تحكي لكم عن حياتها بعدين بنبلش بالدرس. كلمة الصولات ضحى زوداء وينجوتها بلبي عفرية هرواقف وقف كوري رفستنا حازكة خاصة ريجي كوريا عبورة حازكة غير معروف لبي در وبعد يولد در بوسي جزي لبي بوشي تشير هرواقف وقف ذات الصولات حازو وبيستو چوارو شهيد كر بينا هاسو خوانه کوری ام حزکر رخصتن حزکر بخواست هبل به هر چی عمری دو چورو دو چی عمری خوشید کرد 24. يعني الصحة هي مجال المرأة، يعني حتى بالتاريخ المجتمعات القديمة كان مين أول شيء يتعامل مع الصحة؟ كانت المرأة. بالمجتمع القديم كانت هي اللي من خلال تعاملها مع الطبيعة، من خلال تعاملها مع الحيوانات اكتشفت الأدوية والأعشاب، شافت الحيوان مثلا عم بياكل هي النبتة مفيدة لفلان مرض، شافت مثلا حيوان ثاني عم بياكل من نبتة ثانية، اكتشفت هي النبتات وجابتهم واستخدمتهم كعلاج وأدوية. تمام. الحالة جيدة لكل من الفرد والمجتمع. هلا الصحة بوقتنا الحالي مثل الصحة أولي زمان؟ إذا كل ما تطور الوقت وتطور التاريخ، كل ما يعني تقدمنا بالسنوات الصحة عم تتطور والحياة كلها عم تتطور. طيب وين هلا الصحة أولي كيف كانت؟ بشكل بدائي. بس كان ما في تكنولوجيا كثير، ما كان في هالمعدات وهالأجهزة الطبية الدقيقة كثير، بس كان عدد المرضى أكثر ولا أقل؟ أقل. ليش يا هل ترى في خلل؟ على الطب الأعشاب الطبية. مضبوط. طبعا له علاقة، طبعا هلا التكنولوجيا كويسة، ما لنا ضد التكنولوجيا، بس صايرة هلا عكس، بدل ما تفيدنا عم بتضرنا. يعني مثلا بدل ما عم نستفيد منها عم بيصير شغلات، عم بيخترعوا شغلات عم بتضر بالبشريه وبتضر بالانسانيه. طلع على الشمس، يعني هذا كله التربيه الصحيه، لما انت هيك بتساوي ابنك تلقائيا او بنتك رح يتعلموا هي الشغلات منك، صح لك؟ بطريقه غير مباشره بيشيلوا منك، لان الام هي الاساس بالبيت. وما رح يمرضوا، يعني لما اكلوا او راحوا على التواليت اجوا غسلوا ايديهم صابنوا تعودوا، هي خلص راحت معهم ثقافه صحيه. فرشوا اسنانهم مثلا بالنهار يوم مره، اليوم ما بنقدر مرتين ثلاث مرات، مره بالنهار اقل شيء، يعني بصير معهم ثقافه بتعودوا على كبر خلص، يعني عاده ما بيقدروا يستغنوا عنها. فالتربيه كثير اساسيه بالتربيه الصحيه، ببلش من ضمن البيت، يعني نحن بنفكر اذا قلنا ساكن جدار كاتن قبل بالله مناقيش يعني جبل احلام قطنا كرنجي قبل يدو مرن خيره داميتش طبيعتي خد يرد كابي ناخذ شفر دبي جباب ناخذ دبي ودحاله